السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتعرف على أقدم حلواني في الإسكندرية ديليس. كان بيتردد عليه السياح مخصوص والجاليات الأجنبية اللي هما لسه عايشين في اسكندرية من زمن طويل، وكانوا أطفال مع آبائهم ودايما بيترددوا على المحل، وهناك بيفتكروا ذكريات الماضي في القعدة الجميلة الخيالية قدام البحر، وبياكلوا أفضل الحلويات على أنغام الموسيقى اليونانية الهادية. لما بيروحوا المكان ده بيحسوا بحالة من البهجة. البهجة هي المعنى الحقيقي للكلمة الفرنسية ديليس، صانع البهجة. أسسه الخواجة اليوناني موستكس سنة 1907، وكان خباز شاطر وماهر في العيش الإفرنجي. بعد ما كان موهوب في عمل أنواع العيش فضل يفكر، كان عايز يعمل حاجة جديدة ومتميزة. قرر انه يدخل الايس كريم مدينة الاسكندرية ويخترع اطعمة ومذاقات جديدة فيه. ضاف للايس كريم الفاكهة والمستكة، وده كان جديد على الناس ومتميز ونال اعجابهم. وفي سنة 1922 اصبح اشهر حلواني بالاسكندرية، وكمان ادخل الشوكولاتة والملبس والكيكات الغربية، وده كان بيخلي الناس يروحوا ديليس مخصوص عشان ياكلوا ويدوقوا الحاجات الحلوة اللي بيعملها. ذاع صيته بالإسكندرية واشتهر شهرة كبيرة لحد ما وصل للملك فاروق، فعمل تورتة تتويج الملك فاروق ملك على مصر سنة 1937. مش بس كده، الملك فاروق حب شغله وطلب منه انه يعمل تورتة زواجه من الملكة فريدة، وهي التورتة اللي نالت اعجاب الحضور، وأصبح ديليس أشهر محل لصناعة الحلويات وصناعة البهجة في حفلات كبار العائلات بالإسكندرية. كانوا بياخدوا منه كل الحلويات وبيحسوا بالفخر لأنها من أشهر وأحسن حلواني في اسكندرية. كل اللي في نفسك وادفع اللي معاك كان شعار الخواجة اليوناني موستكس، وهو ده سبب شهرته بالإسكندرية. ما كانش بيجبر الناس على دفع حساب الحلويات، وبيقول لهم اطلبوا اللي تحبوه مقابل اي مبلغ حتى لو كان كبير. بتقول أليكي أنطونيو مديرة المحل: مصر بلدي ومليش غيرها، اتولدت فيها وعايشة فيها، وإنها ورثته عن جدها، وقررت إن المحل يكون بنفس التراث والنظام اللي وصاها بيه جدها موستكس. وهو يوناني مولود بالإسكندرية، وكان يشتهر بالإكلير والشو والحلويات الغربية. كمان كان الحلواني الخاص بالعيلة الملكة والقصر الملكي. بعد ثورة 52 كان بيروح هناك الرئيس جمال عبد الناصر وأشهر الشخصيات السياسية. المحل اتطور وبقي الزاير يقعد ويستمتع بالمشروبات والحلويات على أنغام الموسيقى الهادية. اللي بيميز ديليس هو استمرار الاحتفاظ بالتراث القديم، وكمان فضلوا محتفظين بالناس القديمة اللي بيشتغلوا هناك حتى بعد سن 60، عشان يبقى المكان لسه موجودة فيه التقاليد والعادات القديمة والخدمة المميزة اللي بيتميز بيها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأدوات القديمة، وهي كانت تستعمل في الكاشير وأدوات الطبخ والحلويات القديمة. سالم محمد محمود أقدم جرسون بمحل ديليس، بيقول إن من أشهر رواد المحل الروائي نجيب محفوظ، وكان بيفضل الجلوس بالخارج في الجهة اللي قدام البحر، ويطلب فنجان قهوة مظبوط، يقرأ الكتب والجرايد ويبص للبحر، ويطلب الحلويات تكاوي وبعدين يمشي، وهي عادة يومية ليه أثناء تواجده بالإسكندرية. كمان كان من رواد المحل توفيق الحكيم ورجال الشرطة في عهد الرئيس عبد الناصر وأنور السادات وفريد شوقي وعادل إمام، ومعظم الفنانين اللي كانوا بيشتغلوا في فترات الصيف بمسارح اسكندرية في منطقة محطة الرمل. وكالعادة في كل المحلات ذات الشهرة التاريخية، نجد أن من أهم عوامل النجاح احتفاظ الإدارة بالمقتنيات القديمة والتراث القديم.
يحتفظ ديليس بأعمال الحلويات وجايمة الأسعار القديمة، على الرغم من افتتاح امتداد على الطراز الحديث داخل ديليس الأصلي، وبيطلقوا عليه بريمو، وكأن الناس دايما بتحن لما هو قديم عشان بيفكرهم بالماضي والذكريات الجميلة.